مساء الخير. النهارده أنا باستغيث لرئيس الوزراء، باستغيث لأي حد مسؤول. الشعب تعبان، كلنا تعبانين، كلنا في حالة من القلق رهيبة في كل البيوت. ليه؟ ليه كيلو اللحمة يوصل ل 400 جنيه؟ ليه كيلو الرز يبقى ب 30 جنيه؟ ليه كيلو السمك اللي هو في البحر، ماشي في البحر، ليه يوصل ل 180 و200 جنيه؟ عايز اعرف. ده حتى البلطي اللي كنا بنجيبه ب 30 جنيه بقى ب 90 جنيه وب 100 جنيه. يعني انا عايز اعرف فين المراقبه، فين يعني الناس اللي هي مسؤوله. هي الناس المسؤوله دي مش حاسه بالشعب؟ مش حاسه ان احنا بقينا في قلق؟ مش حاسه ان في مجاعه داخله علينا؟ احنا كمستورين الحمد لله، وميزانيتنا احسن من غيرنا، ولازم نقول الحمد لله. لكن هنقول الحمد لله لامتى؟ تعبنا، تعبنا، مش قادرين، مع مصاريف الولاد اللي غليت، مع الدولار اللي علق كل حاجة قصادنا، بنزين، عربية، احتياجاتنا كلها بقت، احنا مضغوطين، مش عارفين نقول ايه. لازم اوصل الاستغاثة دي يعني آه، يعني انا مش عايزه اقول للرئيس، انا عارفه الرئيس عنده يعني مشاكل كتيرة، وعارفة ان هو مش مسؤول عن كل الحاجات دي. في رئيس وزراء هو المسؤول عليها. رئيس الوزراء حضرتك شايف ان ده صح؟ ان ده صح؟ اللي احنا فيه ده صح؟ انا عارفة ان كل الاسعار غليت، عارفة ان السودان لما حصل فيها كان اللحوم بتيجي، فكنا بنحل المشكلة بتاعت اللحوم شوية. لكن مش معنى كده ان مفيش لحوم بلدي بتاعت بلدنا. فين اللحوم البلدي بتاعتنا؟ انا عايزه اعرف فين يعني قلتوا الزراعه احنا بنستورد كمان اللحوم والحاجات. انا عايزه اعرف العلف غلي بس مش للدرجه. طب ما نجريش ليه في البلاد اللي حوالينا؟ العلف غلي، طب ليه ال 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 العلف بتاعنا المصري ده لو اديتوهم برسيم، اديتوهم شويه خضره، حاجات الزرع بتاعنا المصري اللي بنطلعه في اي حته، هياكلوا وهيتغذوا. بس هو في عدم مراقبة. التجار بقوا في حالة جشع رهيبة لأن مفيش مراقبة عليهم، مفيش رقابة يا فندم. أرجوكوا أرجوكوا استغاثة، الشعب المصري كله بيستغيث. الناس في نار، الناس في نار، ومش لاقيه تاكل، واصبحت في حاله من يعني الحاله اللي هي يعني ما قبل الكارثه. فأرجوكوا، أنا بحاول أبلغ لكم الحس اللي هو جوه بيت كل مصري. أنا بحب السيسي وبشجعه، وإحنا اللي رحنا دعمناه، ومش عايزين أبدا حد يزعله. لكن أنا عايزة حد يحس بينا. إحنا في مأزق، وإحنا في حالة من الارتباك الشديد. لما يوصل كيلو الرز ل 30 جنيه وكيلو الزيت ل 60 جنيه والسمك ل 100 جنيه و200 جنيه اللي هو العادي، طب هناكل إيه؟ طب هناكل إيه؟ اللحمة، طب العيد الأضحى اللي جاي علينا هنعمل فيه إيه؟ أنا عايزة أعرف لما كيلو اللحمة يبقى ب 400 جنيه، الواحد لما هيجيب عجل ولا هيجيب خروف هيجيبه منين؟ إزاي؟ يعني دي كارثة إحنا داخلين عليها. والعيد الأضحى مهم جدا عند المصريين والمسلمين جميعا. فأرجوكم انتبهوا إن تنزلوا لنا عجول وحاجات مخفضة، وأرجو إن يبقى في مراقبة، المراقبين يشدوا شوية حيلهم معانا، لأن في ارتفاع أسعار جنوني. الشاي، البن، السكر، الرز. أنا نفسي أعرف إيه اللي مغليش، إيه اللي مغليش؟ كله بقى فيه ارتفاع رهيب. هل كل ده كم يعني؟ هل كل ده لما الدولار ارتفع؟ هل كل دي يعني حرب أوكرانيا؟ كلنا كل الحاجات دي كنا بنستوردها. مش ممكن في كله الحابل جه مع النابل، كله ضرب في بعضه. التجار ماشيه براسها ومفيش رقيب عليها. ارجوكوا عايزين مراقبه، ارجوكوا يبقى في شده شويه على التجار الجشعين. ارجوكوا حلوا لنا موضوع اللحوم، ما تقولولناش هنجيب لكم لحوم متشاد. في لحوم مصريه، وفي ناس مزارع مصريه كتير. كنا زمان بنجيب خرفان قبل، انا فاكره والدي كان يجيب خروف قبل العيد بشهر ويكبر عندنا تحت. دلوقتي عندنا التجمع ده كله فيلا، فيه تحت فيه بيزمنت وفيه بدرونات. خلاص نعمل كده ونكبرهم ونذبح ونوزع للناس، لان ده اهم حاجه في العيد، انك انت تضحي. واللي المسلمين كلهم يحبوا يضحوا. فيا ريت توفروا حاجه زي كده للناس، على الاقل تكون عوض شويه عليهم على اللي فات،
والموضوع يكون اهدى لينا في العيد. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا فهمتوا الفيديو ويوصل للمسؤولين وساعدوني يعملوا لايك وشير. والسلام عليكم.